المراكز الطبية بتخسر سنويا آلاف الأعضاء البشرية الجاهزة للزرع بسبب إن القلب أو الكبد ما بيقدروش يعيشوا بره الجسم أكتر من ساعات قليلة جدا، وبعدها الأعضاء دي بتموت وتتحول لكتلة ملهاش أي لازمة. لكن اللي كان عائق قدام إنقاذ حياة الملايين من المرضى، العلماء لقوا حله في ضفدع بيعيش في غابات ألاسكا. الضفدع ده بيقدر يتجمد تماما في الشتاء، قلبه بيقف وتنفسه بيقف وبيبقى حرفيا عبارة عن حتة تلج، ولما الصيف بيجي بيدوب ويرجع يصحى ويمشي ولا كأن في حاجة حصلت. العلماء بقى فككوا شفرة الكائن ده ولقوا انه بيفرز كميات خرافية من الجلوكوز في دمه قبل التجمد، وده بيشتغل كمضاد تجمد بيحمي الخلايا الداخلية من انها تنفجر. ومن هنا العلماء صنعوا محلول حيوي بيسمح بحفظ الأعضاء البشرية في درجات حرارة تحت الصفر من غير ما تتلف. الاختراع ده هيسمح لنا نبني بنوك أعضاء حقيقية، بدل ما القلب لازم يتنقل مثلا في 4 ساعات ممكن يفضل عايش لأسابيع. وده معناه إن آلاف المرضى اللي على قائم الانتظار بقوا قدام فرصة حقيقية للحياة. الحلو إن التجارب الأولية على كبد متجمد بالمحلول ده نجحت جدا، والعلماء دلوقتي على أعتاب ثورة هتغير شكل جراحة الأعضاء في العالم كله.